هكليك على الزرار الازرق اللي عندنا هنا بتاع نيو فايل. البرنامج ده بنيجي نعمل كتب لو هي بالعربي الفتحه بتاعت الكفر بتاعي تبقى يمين. هنا حاجه اسمها فيسنج بيج، انا ما بختارهاش الا لو انا عارف الحاجه اللي انا بطبعها هيكون فيها ورقتين متقابلين، مجله، كتاب، لو بروشور او فلاير او اي حاجه تكون فرديه، دي برده ما بتبقاش فيسنج بيجز. هنا انت الكولوم ده بتقسم الصفحه بتاعتك تو كولوم او كولوم واحد على حسب انت هتكون عايزها ازاي. والكولوم جاتر دي المسافه اللي ما بين العمودين دول، فاحنا ممكن نزودها نخليها مثلا نص سنتي. بعد كده المارجنز اللي هي الهوامش، لو انت مثلا عايز تسيب هوامش ممكن حتى كمان تسيب من فوق تقول 2 سم مثلا، كله بيتغير مع بعضه خاطر انا عامل التشين دي مقفوله. اول ما بكسرها بالشكل ده فانا اقدر اسيب توب والبوتوم مثلا ممكن نخليه سنتي، فانا اقدر احدد واكتب بالشكل ده. الانسايد ممكن يكون برده سنتي والاوتسايد يكون سنتي، لان انا شغال دلوقتي فيسنج بيجز. هشيلها نفس الموضوع الاوتسايد اللي هو اخر الورقه من ناحيه اليمين، ولكن ديت ما بتبقاش مجموعه على عكس الانسايد لانه بيبقوا اتنين متقابلين في نفس الوقت. دلوقتي هدوس كرييت فهلاقيه نزل عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ده المقاس اللي انا فتحته اللي هو الاي 4.